النهارده هنعمل البتنجان المخلل بتاع المطاعم الجميل ده. بصوا الحلاوه بتكات كده هتخليه جميل وزي بتاع المطاعم بالظبط ان شاء الله. بصوا بقى الجمال، بصوا الميه بتاعته حمرا ازاي. بصوا الحلاوه بقى، ما اقولكوش بقى على الريحه وعلى حلاوته بقى. يلا بينا نخش على الطريقه. النهارده هنعمل بتنجان مخلل بتاع المطاعم، نفس الطعم بالظبط. طبعا لازم يبقى مسلوق، ما ينفعش يبقى مقلي لان هم بتوع المطاعم بيسلقوه ما بيقلوش. مش حبايبي نبدا بقى بالطريقه اوريكم ايه. انا معايا هنا ايه 6 فصوص ثوم، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره ملح، قرن فلفل اخضر، معايا فلفل من ده برضو اللي هو اللي انا فرموه حاطاه في الفريزر، ده فلفل شطه، معايا واحده بنجر. نبدا بقى نجيب بطريقه، انا بمسك البتنجانيه كده افكها كده من فوق، دي اللي بتمسك لي البتنجانيه، ما ينفعش انا اقوم قصاها. لو قصيتها هتلاقي البتنجانيه تتفتح مني ما تبقاش ماسكه نفسها، ولا هفتحها ولا هعمل فيها اي حاجه، يا دوبك هسلقها كده. ماشي، امشي كده بالطريقه دي على كله. عايزه تديها فتحه صغيره كده كده اديها، لكن مش هجيبها من فوق لتحت. لو عايزين تدوها كده سنه كده، وبعد ما تتسلق تمشي على نفس السنه دي ماشي، يكون احسن لو انت ما فتحتيهاش. اهم حاجه دي البيضه دي، الحته البيضه دي ما تتشالش، تفضل كده زي ما هي ماسكه نفسها كده وحلو. اخلص بقى يا حبيبي تنظيف كل البتنجان وارجع لكم تاني. لما اجي انقي البتنجانات التخينه القصيره، البتنجان طبعا لازم يبقى طازه، ما تسيبش البتنجان يبات ولا لا، لازم يبقى طازه كده. طبعا الخضار الطازه بيبقى احلى حاجه. بصوا شايفين بيبقى ابيض ازاي وجميل ازاي. نديله شكل كده بالسكينه وبصوا كده. بصوا المقاس ده، بصوا الحلاوه، البتنجان يتاكل ني كده من حلاوته. خلص بقى يا حبايبي الكميه وارجع لكم كده. انا خلاص قربت خلاص، انا كده خلصت. حاطه ميه على النار طبعا بتغلي. يلا بينا بقى نخش ايه نحطه في النار. انا حاطه ميه على النار غليت الميه، انزل بقى ولا احط فيها ملح ولا اي حاجه، انزل بس البتنجان وخلاص على كده. وهحط له بقى ايه البنجريه اللي انا مقطعاها. البنجريه هي هنزل بيها. طبعا البنجريه دي هتديني اللون الاحمر الطبيعي، يبقى جميل جدا. اللون ده بقى اللي هو اللي احنا بناكلها من عند الراجل، نفس اللون. البنجريه دي هتديني تيست كده عالي، في نفس الوقت فيها فوايد. خلاص اسلقه بقى كده يا حبايبي وارجع لكم تاني. خلاص كده انا سويت البتنجان. بصوا بقى، انا مش عايزه اهريه قوي، يعني يا دوبك كده يبقى ماسك نفسه. هو خلاص استوى، يبقى ماسك نفسه عشان يعيش معايا فتره ايه طويله. طبعا البخار ممكن ما يبانش معاكم، بس اللون بسم الله ما شاء الله عليه جميل. اللون الاحمر عاشي كده، لون حلو كده للبتنجان اهو. انا حاولت ابعد بس الكاميرا عشان يبان معاكم اللون. بصوا اللون بقى وجماله. البنجريه اللي حطيتها عملت معايا فرق جامد. هبدا بقى اجيب الحاجات دي كده افرمها، اللي هي الثوم بقى مع الملح مع الكزبره مع قرن فلفل اخضر، وعندي هنا قرن فلفل احمر او شويه فلفل احمر انا افرمهم. هبدا افرمهم كلهم على بعض كده. انا كده معايا قرن فلفل اخضر، انزل بقى بالثوم. عندك كبه وعايز تفرميه في الكبه افرميه، بس انا بحب اضربه كده في ادقه في الهون كده بيبقى طعمه احلى. اهو دقيت الثوم مع الفلفل بقى مع التوابل كلها. انزل بقى كده بيها الطبق. طبعا لازم تنعميها. وانزل بيها بقى الفلفل الحراق ده، طبعا ده اختياري. وانزل بيها على ايه ليمونيه كبيره، عصرت كده ليمونيه انزل بيها كده. عايزه بخير رزق قلب شطير كمان. ابدا بقى اطلع البتنجان من الميه السخنه عشان اعرف اتحكم فيه وامسكه. طلع بقى البتنجان. طبعا الميه دي مش هرميها، انا عايزاها الميه دي. طلعه كله كده. طبعا هو سخن مولع، انا هحشيه وهو سخن كده. لو استوى عن كده بقى كان اتهرى مني، انا عايزاه برضو يبقى ماسك نفسه معايا.
انا خلاص طبعته كله، بس كيلو بتنجان عامل معايا كميه كويسه. هبدا بقى احشيه. طبعا البتنجان ده ينفع يقعد معايا في التلاجة فتره عادي، لو قافلاه ببرطمان وشايلاه برطمان محكم وشايلاه مغطياه كويس او في بلاستيكه يعيش معاك عادي في التلاجة. ماشي. هبدا بقى الفتحه اللي انا كنت فاتحاها بصوا اهي باينه، بس طبعا سخن مولع. هبدا كده اشدها شده كده صغيره واقوم حاشيه بايدي او بالمعلقه اي حاجه، بس طبعا ايدينا تتحكم احسن. زي ما انتوا شايفين بصوا الحلاوه، الله على ريحته بجد روعه. كمل كده اوريكم كده واحده كمان، طبعا نفس الفتحه اللي انا فاتحاها وماسكه من عندها كده، وايه مفتحهاش للاخر عشان تبقى برده ماسكه نفسها معايا. اوريكم برده اللي عايز يحشي بمعلقه، اخد حبه كده في حشو في المعلقه وانزل كده كده اهو. طبعا كل ما بيقعد بقى في التتبيله بتاعته الله على جماله بقى، انا بموت فيه. هي نفس الفتحه اهي شايفين، انا مشدها كده بايد شده صغيره واحشي. ادخل كده بالمعلقه. طبعا الليمون بقى بالفلفل بالحاجات دي عامله ريحه جميله قوي. شايفين بقى الجمال. نكمل بقى الحشو وارجع لكم تاني. انا اهو خلصت حشو، ريحته روعه تفتح النفس اللي النفس مبسوطه زي ما بنقول. خلاص انا كده خلاص. هبدا بقى ايه انزل شويه ميه، الميه بتاعت السلق بتاعته. بصوا بقى لونها حلو ازاي، حته البنجر اللي انا حطيتها هي عطتني اللون الاحمر ده. انزل بقى كده بعصير ليمونه على الميه دي، مش هحط لها ملح ولا اي حاجه لان البتنجان متملح. انزل كده بعصير ليمونه فيها، وانزل بقى بالبتنجان بتاعي كده واحده واحده. بصوا بقى الجمال، بصوا اللون الجميل. طبعا العين بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا، فاحنا لازم نعمل حاجه يبقى منظرها حلو عشان تفتح نفسنا كده. طبعا هي طبق انا عندي بقى برطمان او بلاستيك محكمه الغلق ايه احطها فيها. لما انتش انا هوريكم، لازم اخلي منظري يبقى واضح قدامكم. انا اهو خلصت البتنجان يا حبايبي. بصوا بقى المنظر زي بتاع المطاعم بالظبط، لكن المقلي ما ينفعش يبقى بتاع المطاعم، المقلي ده بيتشي. بصوا الجمال. طبعا دول حبه فاضيين مني، انا همسكهم كلهم دلوقتي والمهم في بلاستيكه ومحكمه كده وادخلها ايه التلاجة. شكله بجد يفتح النفس بجد. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. مع الف سلامه.